قصدك إنك صرفت نظر عن موضوع الجواز؟ المرة اللي فاتت كنت هاخد القرار عنك، بس المرة دي مش هعيد نفس الموضوع. جميلة، أنا هسألك سؤال واحد وردك هيكون هو الحاسم. اسأل يا بابا. أنت حابة تكملي في موضوع الجواز ولا نأجله؟ أنا عمري ما شكيت لحظة إنك بتحبني وخايف عليا يا بابا. كل الحكاية إن أنا طول الوقت بفكر في مذاكرتي ومستقبلي وامتحاناتي ولعبي والكورة وأجازة آخر السنة، وفجأة لقيت إنه مطلوب مني في أقل من سنة أفكر في بيت وزوج وعيال وحياة تانية خالص. حياة يمكن أحبها لكن بعدين لما عقلي يفكر فيها ويتخيلها وأبقى عايزة فعلا أعيشها. خلاص، اعتبر الموضوع انتهى. ارجعي مدرستك وللكورة ولأصحابك لحد ما النصيب يوصل في ميعاده. مش مهم بقى يوصل بدري ولا متأخر، المهم وقتها تبقي جاهزة لده. دي فكرة حلوة. نور، تعالى يا نور، تعالى حبيبي. حبيبي، انت كنت عايز ايه من اوضه تيتا؟ لا يا بابا، أنا كنت هسأل على حاجة بس خلاص افتكرت مكانها. يلا سلام عليكم. قول لي يا نور، انت عامل ايه في دراستك ومذاكرتك؟ المذاكرة كويسة. حاول برضو بعد المذاكره يكون ليك نشاط او هوايه، حاجه تعملها بدل التليفون والبلاي ستيشن. تعمل حاجه زي العرض الجميل اللي شفناه في المدرسه النهارده. أنا فعلا عندي خطة ممكن تكسبنا ملايين. بجد؟ خطه ايه دي؟ شانل على اليوتيوب يا بابا. هقلب أوضتي استوديو تصوير. كل اللي هحتاجه من حضرتك بس شوية حاجات بسيطة، يعني كاميرا جديدة ومعدات إضاءة وسبوت لايت. وأوعدك لو عملنا كده هوصل لل1,000,000 سبسكرايب في 6 شهور. بقى هي دي الخطه وهو ده اللي انت عايز تعمله؟ أمال، وهعتبرك شريك في القناة وهديلك من الأرباح دي بالدولار. نور، خش اوضتك وذاكر، ربنا يهديك. مبروك يا جميلة رجوع الفريق ورجوعك. متأكدة إنكم هتحققوا بطولة قريب. الله يبارك فيكي يا نورة. انتي مش مصدقة أنا فرحانة قد إيه. ده لولاكي وكل الناس اللي ساعدوني كانت حياتي اتغيرت. مالك؟ زي ما تكوني مش مبسوطة. هو في حاجة حصلت؟ مفيش يا نورة. قولي بجد في حاجة؟ اوعي يكون باباكي جابلك عريس تاني. لا الحمد لله. بصي، في حاجة ليها علاقة بيكي انتي يا نورة، بس مش عارفة أقولها لك إزاي. بيا أنا؟ قولي يا جميلة في إيه؟ أنا عارفة مين اللي صور الفيديو وشيره في المدرسة. أنا شفت كل حاجة بنفسي. مين يا جميلة؟ أنا بس عايزاكي تتأكدي بنفسك بعد ما أقول، وما تتصرفيش وانتي متضايقة زي ما حصل معايا المرة اللي فاتت. حاضر يا جميلة، قوليلي مين بقى؟ يارا. إيه؟ إزاي؟ يارا دي صاحبتي، مستحيل تعمل حاجة زي كده فيا. أنا شفت ده على تليفونها، أخدته منها من كام يوم علشان أكلم ماما، وشفت رسايل والفيديو ده وهو مبعوت من عندها. وليه ما قلتيش وقتها؟ كنت محرجة أقولك، وما كنتش أقدر وقتها بسبب مشكلتي، وخفت تفكري إني بقولك كده علشان أوقع بينكم، لكن حقك عليا إنك تعرفي. طب ليه تعمل كده معايا؟ ده احنا دايما مع بعض، بنساعد وبنسند بعض. جميلة، مش يمكن تكون ليلى أو جنى مثلا، بما إنهم دايما معاها؟ ممكن تتأكدي بنفسك يا نورة. أنا لما واجهتها باللي شفته أنكرت وقالت إنك مش هتصدقيني، لكن علشان صحوبيتنا ووقوفك جنبي كان لازم أقولك الحقيقة. أنا المرة دي فعلا لازم أتأكد قبل ما أعمل أي حاجة.